تخيلوا معايا عدو الأمس يصبح نجم وصديق اليوم بسبب هتاف. ايه اللي ممكن يحصل لو الشيبي نجم بيراميدز بقى لابس قميص الزمالك؟ ده ممكن يكون الحدث الأضخم في الموسم. هنا في المستديرة هنكشف لك كل الأسرار، بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. الحكاية سيدي بدأت في ماتش الزمالك وبيراميدز الأخير، والهتافات اللي كانت للشيبي قبل الماتش وفي وسط الماتش وبعد ما خلص نادوا عليه يروح لهم، بيقولوا له عدو عدو حبيبي. جمهور الزمالك كان شايف ان الشيبي راجل وانتهز اول فرصة جات له انه يعبر عن كده ويغيظ الاهلي وجمهوره، وهتفوا للشيبي. ايه ده؟ ستوب يا ابني، ده الشيبي اصلا واخد طرد وايقاف، ايه اللي جابه الماتش؟ لا وكمان جمهور الزمالك بيحييه. دي احلام العصر دي ولا ايه؟ يا جمهور اعقل، ده الفريق منافس وسبب كبير انه يخليك في المركز الخامس. لا، هما مصممين على راجل يا شيبي. هتقولي هو مفيش غير جماهير الاهلي عشان الزمالك يحطها في دماغه؟ طب يا سيدي بالعقل كده، الخلافات دي كانت بين الشيبي والشحات من سنة، ولعب فيها بيراميدز والزمالك مع بعض. اشمعنى المرة دي اللي كان فيها هتاف للشيبي بالذات؟ وبعد الهتاف الجامد ده بالمناسبة الماتش خلص تعادل 1-1، وراح ونزل الشيبي ستوري على انستجرام بيعبر عن امتنانه لجمهور الزمالك على دعمها له، وكتب: شكرا جزيلا لكل جماهير الزمالك على حسن الاستقبال وعلى أخلاقهم العالية. وأضاف: شكرا لكل الجماهير المغربية والمصرية اللي بتتكلم بالحق، وكل شخص ساندني في الفترة الأخيرة اللي كانت مليئة بالكذب والظلم والافتراء الجماهيري والإعلامي وغياب العدل في أحكام الكرة. وتابع: شكرا لكل شخص بيندد ضد السب الأم والوالدين بصفة عامة. دائما وأبدا لن أنحني ولن نركع إلا لله سبحانه وتعالى. غالبا كان بيلقح على جماهير الأهلي يعني. من بعدها طلع كلام كتير عن الزمالك هيضم الشيبي، وخاصة إن عقد اللاعب مع بيراميدز هيخلص 2025، وده اللي قاله كريم رمزي في تصريح ناري من خلال قناة الأولى إنه الزمالك يفكر في ضم محمد الشيبي، واللاعب أبلغ الوسطاء برغبته في الانضمام للزمالك وموافقته في الحصول على راتب أقل من بيراميدز، خاصة بعد الهتاف. وكأن الهتاف ده كان دعوة خاصة ليه. ماذا لو انتقل الشيبي؟ صفقة هايلة، أنا لو من الزمالك هخلصها، بس النادي ممسوك من إيديه اللي بتوجعه يا عيني، وهي إيقاف القيد اللي لازق في الزمالك ومش راضي يسيبه، وأعتقد بسببه مفيش صفقة هتكمل للزمالك. بس لو السفن جت بما تشتهي الأنفس والصفقة تمت هيكون مكسب حلو قوي للزمالك. ده الراجل عليه عرضيات تتلف في حرير. تخيل كده كرة بتطير في الهوا وبتوصل بالميل للراس المهاجم اللي بيحولها الجول بمنتهى السهولة. يعني لو الشيبي بقى بقميص الزمالك دفاع الخصم هيكون في مشكلة كبيرة. هي صعبة، بس الشيبي لو جه الزمالك هيبقى أقوى وأفضل نسخة للزمالك في مركز الباك. لاعب دولي وعنده خبرة حلوة، ده غير إنه من أقوى الباكات في أفريقيا، ومهارته الدفاعية اللي هتضيف توازن لخط الدفاع بدل ما هو مايل كده وأي كرة بتعدي منه بسهولة. والشيبي لاعب مميز، مش ناسه بس غير إنه يركز مع نفسه، والوقت اللي بيفكر فيه يرفع قضية على الشحات يستغله، وهيبقى حاجة أجمد تليق بهتاف الزمالك ليه. بس ده بيراميدز استحالة تفرط فيه للزمالك، وبالذات إنه معتمد عليه بشكل كبير. بس ممكن لو اللاعب عايز فعلا يروح الزمالك أعتقد هيكون في كلام تاني وممكن نشوفه في 100 عقبة. الدنيا في الكورة دايما مليانة مفاجآت، ومين عارف يمكن بكرة نلاقي الشيبي بيحتفل بجول مع الزمالك من أسيست شيكابالا ولا حاجة، أو العكس. الأيام اللي جاية هتجاوب على كل الأسئلة دي. خليكوا دايما متابعين معانا في المستديرة علشان تعرفوا كل جديد، وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. كان معكم فريق المستديرة، نشوفكم الحلقة الجاية.